تعالوا بقى نعمل الفطاير التركية الخطيرة دي. قد ايه هشة وجميلة وقطنية، ولا شكلها بجد يخليكي تاكليها اكل الولاد هيخطفوها من ايديكي. حاجة كده بقى، قولي للعشاء، قولي للغدا، قولي كمان للفطار. انسي التعب وبعد كده خلاص بقى الحيرة في انك تفطري ايه وتتغدي ايه وتتعشي ايه. هنعملها بجد بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على رسول الله، ويلا بينا في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنا يا بنات حطيت كوباية من الحليب او اللبن. تمام. هبدأ هنا زي ما انتم شايفين حطيت عليه نص كوباية من المية وبضاية بدرجة حرارة الغرفة. وهبدأ احط معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. ركزوا معايا بقى في المقادير. تمام كده تمام كده، صلوا على سيدنا النبي الحبيب وكل عام وانتم بخير. هبدأ هنا كمان احط ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخل زي ما انتم شايفين كده، لان الخل طبعا محسن حلو جدا للمخبوزات والحلويات. قلبي بقى يا ست الكل كل ده مع بعض. زي ما انتم شايفين هنا بقول لكم جودة الخميرة تعرفيها كويسة من ايه، لما بعد ما تقلبي كده تلاقيها عملت معاكي كده فقاعات وبدأت ان هي ايه يعني ترتفع بسرعة يعني. طيب هنزل هنا ب 750 جرام من الدقيق. تمام كده، يعني كيلو الا ربع حوالي من الدقيق، يعني حوالي 6 كوبايات من الدقيق. تمام كده. طيب هبدأ بقى هنا ألم العجينة كويس قوي قوي. أنا في الأول حطيت كوباية من الحليب ونص كوباية من المية، يعني كوباية ونص من السوائل. رجعت لميت تاني بقى العجينة بتاعتي بربع كوباية من المية، يعني خدت مني سوائل كوبايتين إلا ربع. تمام. ممكن تاخد مني كوبايتين كلهم، بس تنزلي احسن تدريجيا. عجلنا بقى العجينه بتاعتنا كويس قوي وهنقفلها كده وهنسيبها تختمر معانا. تعالوا بقى نعمل الحشوه الجميله بتاعتنا. عندي هنا زي ما انتم شايفين طاسه على النار او حله او جريلا زي ما انا عملت كده المتوفر. هتبداي تحطي فيها كده معلقه من الزبده على معلقتين من الزيت. مجرد ما يبداوا كده يسخنوا معانا هننزل بقطع الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. ده نص صدر فرخه يا جماعه. عايزه اقول لكم كل الفطاير دي هنعملها بنص صدر فرخه بس. هنا انا بقول لكم اول ما لونها يتغير معانا كده بالشكل ده، وهشوحها كده في الزبده والسمن والزيت، ولونها يبدا يتغير معايا، هبدا انزل فيها بقى ايه او عليها ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات. كمان كده حوالي كوبايه من الفلفل الالوان برضو كله مكعبات صغيره، عشان ما يبقاش كده قطع كبيره في الحشوه. زي ما انت شايفه كده قلبي بقى كل المكونات دي. وهننزل هنا كمان عندنا مكعبات من الطماطم بالشكل ده كده. وبرضو هنزل بقى هنا ايه كده نزلنا بالخضار على الفراخ بتاعتنا بالشكل ده، برضو هنديها تشويحه كده. وبعد كده هننزل هنا بالبهارات، عباره عن نص معلقه بقى من الفلفل الاسود، عندي هنا نص معلقه من الثوم البودر والبصل البودر هنا على بعض كده زي ما انتم شايفين بيدوا نكهه حلوه جدا جدا لو متوفرين. مفيش هتحطي فص ثوم مع البصل. طيب هحط هنا معلقه صغيره من الماجي الفوريه. هحط هنا الملح بتاعي ربع معلقه طبعا حسب الرغبه عندك. عندي هنا كمان ربع معلقه صغيره من البهارات اللي هي بتاعه الفراخ. وزي ما انتم شايفين كده هبدا بقى اقلبها، بقول لكم ريحتها بجد خطيره. هنا بقى النور كان قطع فاضطريت اصور لكم لان العجينه ما كانش ينفع تقعد اكتر من كده، فصورت لكم المقطع ده بس كان النور قاطع، ولكن هيجي الحمد لله دلوقتي. بصوا بنعاني والله يا جماعه، والله بنعاني. حطوا لايك بقى واعملوا شير للفيديو لحسن هعيط. بص بقى خلاص هنا كانت اختمرت معايا وبقت زي الفل، والحشوه كمان خلصت معايا. هنبدا بقى ناخد كده العجينه بتاعتنا، نبدا بقى هنا نشكل فيها بالشكل ده. بعد ما خمرت معانا هنبدا كده نفضيها وناخدها كده على شكل رول، وبعد كده نبدا نيجي نكورها بقى على قد الساندوتش اللي انت عايزاه، مش شرط الحجم اللي انا عاملاه يعني. طيب ممكن تقدري تصغري او تكبري. هنبدا بقى ناخدها كده بعد ما كورناها كلها وشكلناها، هنبدا ناخد واحده واحده نفردها كده زي ما انتم شايفين طبعا الشكل الشارح نفسه. ونبدا ان احنا نتنيها كده نحشيها بقى، نحط الحشوه من جوه وعليها شويه جبنه بقى موتزاريلا، وابداي قفلي كده. وعشان نتاكد ان هي اتقفلت كويس ونديها شكل جمالي هنبدا بقى بالشوكه بتاعتنا، وتقدري تخليها زي كده بالشكل ده، وتقدري ان انت كده ايه تديها كده ايه نبذات كده كانها عارفين انتوا يعني بتحاولي ان انت تخلي لها شكل جمالي مش اكتر. وفعلا الشكل ده هيخليها حلوه ومنظرها حلو في الاخر يعني. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس كده كده خلصت معايا. عايزه اقول لكم ما شاء الله حجمها كبير جدا، يعني الفطيره الواحده تشبع ما شاء الله يعني. عايزه اقول لكم الكميه دي عملت لي اكتر من حوالي 16 او 17 فطيره. تمام. هنا انا بوريكم اهو بقفل بالشوكه، بقفل الاول بايديا زي القطايف كده يا جماعه، بنديها شكل القطايف ونقفل العجينه بشكل القطايف، وبعد كده بنبدا نديها الشكل اللي انتوا شايفينه ده بالشوكه، وتبداي بقى كده تشكلي بايدك المنظر ده لو انت عاوزه.
طيب هتبداي بقى هنا ترصي بقى في الصاج يكون مدهون دهنه بالزيت او الصينيه بتاعتك بالشكل ده. هنا بحاول اوريكم بقى واحده تانية اهوت. بصي بقى هتجيبيها تفرديها كده، طبعا المقاس كله تحاولي يكون قد بعضه عشان تطلع الفطاير شكلها حلو كده. وهنبدا نحط كده معلقه من الحشوه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بجد طعم الحشوه رهيب بجد. هي مديه طبعا على طعم الشاورما كده، بس طبعا هنا اللحمه متقطعه او الفراخ مكعبات، الشاورما بتكون متقطعه شرايح صغيره، بس طعمها بجد خطير. وهتبداي تحطي هنا ميكس جبن بقى اللي انت عاوزاه. انا حطيت كده شويه جبنه موتزاريلا، وهتبداي تقفليها زي القطايف كده، وهتبداي بقى بالشوكه تثبتي على القفله بتاعتها بالشكل ده. هتديها شكل جمالي وكمان بتقفلي كويس قوي. هنبدا زي ما انتم شايفين خلصت هنا الكميه كلها اهي، ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه، والفطيره بجد حلوه كده وكبيره يعني. هتبداي تغطيهم بقى وتسيبيها كده 10 دقايق بس ترتاح وحجمها يرتفع زي كده. وهنبدا قبل ما ندخلها الفرن هندهن هنا بقى وشها حبه بصفار بيض براحتك. لو انت حابه بلبن زي كده هتبداي بلبن كده او بميه ماشي. وهتبداي كده تدهني وش الفطائر، وهتبداي تحطي عليها شويه سمسم، وهتدخليها الفرن على درجه حراره 190 او 200. واول ما تطلع معاكي لازم تغطيها عشان اي مخبوزات بتطلع من الفرن بتكون ناشفه شويه. اول ما هتغطيها مجرد ما هتبرد معاكي هتلاقيها زي ما انت شايفه طريه وهشه جدا جدا. بصوا جمالها يا جماعه، قد ايه مورقه وقد ايه بجد تحفه. ولا الحشوه، هي العجينه شاربه من الحشوه بتاعتها بقى، وبجد حاجه كده يا بنات خطيره. جربوها باذن الله هتعجبكم، هتريحكم جدا للاولاد، هتنفعكم جدا في الرحلات والمصايف، كمان في المدارس والدروس والحاجات دي. بجد لا بجد خطيره واقتصاديه. بنص صدر فرخه عايزه اقول لكم عملت كل الكميه اللي قدامكم دي، يعني بربع كيلو بانيه من الاخر كده هتعملي شويه فطاير عسل بجد تحفه ومغذيه. العجينه فيها البيض واللبن وما شاء الله جميله. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش بالله عليكم لايك وشير للفيديو. مع السلامه.